في حياته اللي فاتت دخل أعنف حرب ضد الحكام ومعاه مليار حارس من دايشة، لكن في الآخر كل اللي قدر يعمله إنه يقطع جناح واحد من أضعف حاكم فيهم. ورغم إنه قتل الحاكم بجسمه البشري إلا إن ده ما كانش كفاية، الغضب والندم كانوا مالين قلبه، وفجأة صحي قبل إطلاق اللعبة الرسمي ب6 ساعات بس. في حياته اللي فاتت اندماج اللعبة مع الواقع هو اللي سمح للحكام بغزو العالم، لكن المرة دي الوضع مختلف. هو الوحيد اللي رجع للماضي وعارف كل أسرار اللعبة، وناوي ياخد كل الموارد والمهمات المخفية قبل أي حد. وفي الحياة دي مش هيسمح للحكام إنهم يكسبوا مهما حصل. من غير ما يضيع ثانية سحب آخر 30,000 يوان من حسابه واشترى خاتم تسجيل الدخول للعبة. في بداية اللعبة كل لاعب بيحصل على موهبة عشوائية، ومعظم أقوى اللاعبين في حياته اللي فاتت كانوا أصحاب مواهب برتبة الحكام، بينما هو قدر يوصل للقمة بموهبة من أضعف رتبة موجودة. الساعة جت 12 بالظبط ولعبة أوبكا اشتغلت رسميا. أول حاجة طلبتها اللعبة كانت اختيار الاسم، ومن غير تردد اختار قتل الحكام. بعدها ظهر دولاب الحظ بالموهبة والنتيجة كانت صدمة، نفس الموهبة الضعيفة اللي حصل عليها في حياته اللي فاتت. لكن الغريب إنه ما كانش قلقان خالص، لأنه الوحيد اللي عارف إن في مهمة مخفية بتدي موهبة من رتبة الحكام. أول ما دخل اللعبة ظهر قدامه مدخل قرية المبتدئين، ومن غير ما يكلم أي NPC أو ياخد أي مهمة جري على مكان محدد. كل قرية المبتدئين فيها مهمة مشتركة مخفية، ومفتاح المهمة دي مجرد رغيف عيش ثمنه نحاس واحد بس. على طول اشترى 5 أرغفة وجري على مدخل القرية، وبعد شوية أخيرا لقى الشخص اللي كان بيدور عليه، شحات لابس هدوم مقطعة وقاعد نايم جنب طبق مكسور. أول ما حس بحد واقف قدامه فتح عينه وقال هو بيترجاه إنه يديله 10 عملات نحاسية، لكن البطل ما كانش معاه فلوس فعرض عليه رغيف سخن بدلهم. ريحة الأكل خلت الشحات يبلع ريقه فورا، وبعد ما أخد الرغيف قال إن هو هيكشف سر مهم جدا مقابل الأكل. البطل اداله الرغيف من غير أي كلام، والشحات بلعه في لحظات وهو مبتسم ابتسامة غريبة وكأنه لسه جعان. أول ما طلع الرغيف تاني من جيبه الشحات رجع جري وكأنه انتقل بالمكان، وفضل باصص للرغيف بعين كلها طمع. البطل لف عشان يمشي فالشحات اتوتر بسرعة وقال إنه هيقول السر كله، وفجأة ظهر قدامه مهمة مخفية اسمها سر الشحات. المهمة كانت مجنونة بكل المقاييس، المطلوب إن يقتل 1000 أرنب بري ويجمع 1000 فرو أرانب، ودي كانت المهمة اللي بتدي موهبة من رتبة الحكام. من العاقل اللي هيضيع وقته في قتل 1000 أرنب مقابل 10 عملات نحاسية؟ عشان كده المهمة دي فضلت مخفية طول السنين دي كلها. من غير أي تردد قبل المهمة وجري ناحية المكان اللي محدداه. أول لما وصل للتل اللي بره قرية المبتدئين اتفاجئ بعدد ضخم جدا من الأرانب البرية لدرجة إنه حس إن منظرهم مرعب. مسك سيف المبتدئين وبص على أقرب 5 أرانب، ضربة واحدة من السيف خلت 3 أرانب ياخدوا ضرر، وفي لحظة عيونهم احمرت وطلعوا أنيابهم وبدأوا يهجموا. لكن البطل كان هادي جدا وكل هجماتهم كانت بتفشل وهو بيتحرك بينهم بسهولة وبيضربهم واحدة ورا التانية. وبعد آخر ضربة 3 أرانب وقعوا على الأرض وتحولوا لفرو أرانب. رغم خبرته من حياته اللي فاتت قتل 3 أرانب بس أخد منه حوالي 3 دقايق. لما بص على لوحة المعلومات اكتشف إن الأرنب الواحد بيدي نقطة خبرة واحدة بس، وإنه محتاج يقتل 100 أرنب عشان يوصل للمستوى التاني. ومن غير ما يضيع وقت بدأ يجمع الأرانب ويقتلهم باستمرار. المرة دي جذب 5 أرانب مرة واحدة لأنه كان عاوز يخلص المهمة بأسرع وقت ممكن. بعد حوالي 10 دقايق وقع مجموعة جديدة من الأرانب، وفجأة جسمه لمع بإضاءة خفيفة. أخيرا وصل للمستوى التاني. على طول حاط نقاط التطور الخمسة اللي أخدهم في خاصية القوة، وده خلى الهجوم بتاعه يوصل ل 10 نقاط، وده معناه إن سرعته في قتل الوحوش هتزيد بشكل كبير. لكن البطل ما كانش راضي بالقوة دي، فقرر يرجع لقرية المبتدئين ويشتري سلاح جديد. دفع 10 عملات نحاسية، لكن أول ما مسك السلاح في إيده حس إنه عبارة عن حتة خشبة متفحمة من السلاح، ولولا إنه بيدي 5 نقاط هجوم إضافية كان رماه في وش صاحب المحل. بعد السلاح الجديد بقى محتاج 4 ضربات بس عشان يقتل أرنب واحد، وكمان بقى يقدر يجذب 10 أرانب مرة واحدة. ومع كل أرنب كان بيقع كان بيقرب أكتر من المهمة الأسطورية اللي هتغير مستقبله بالكامل. ولما وصل لقتل الأرنب رقم 200 فتح لوحة المعلومات عشان يشوف التطور اللي وصل له. بعد ما وصل للمستوى الثاني اكتشف إن الوصول للمستوى الثالث محتاج قتل 1000 أرنب بري كامل، يعني عشان ينهي مهمة تمنها 10 عملات نحاسية لازم يقتل 1000 أرنب. وأي لاعب هيتأخر مستوى واحد بس هيخسر نقاط تطوير مجانية للأبد. في الوقت ده لاعبين كتير بدأوا يدخلوا قرية المبتدئين، والبطل فهم إنه لازم يسرع أكتر. بدأ يسحب مجموعة ضخمة من الأرانب ويقتلهم واحد ورا التاني، لكن المنطقة بدأت تتملي باللاعبين. أول ما شافوا مستواه الكل اتصدم إنه وصل للمستوى تاني بسرعة بالشكل ده. واحد كان فاكر نفسه لاعب محترف فضل يتفرج عليه شوية، وبعدها بدأ يستهزأ بيه وقال إنه بياخد وقت طويل عشان يقتل أرنب واحد، ولأنه كان عاوز يستعرض قوته جرى وضرب أرنب بقبضته. وفي اللحظة دي كارثة حصلت، كل الأرانب اللي حواليه عيونها احمرت وهجمت عليه مرة واحدة، وبعد ثواني اتحول لضوء أبيض واتقتل على طول. الكل وقف مصدوم. الأرانب دي كان هجومها 10 ونقاط حياتها 50، يعني مش وحوش ضعيفة زي ما الكل كان فاكر. أما البطل فكان مكمل قتل الوحوش وكأن اللي حصل ده أمر عادي. ساعتها الكل بدأ يدرك إنه مش لاعب عادي أبدا، كل شوية كان بيسحب مجموعة أكبر ويقتلها بحركات دقيقة جدا، لدرجة إن اللاعبين فضلوا يتفرجوا عليه من بعيد. ومع مرور الوقت عدد الأرانب اللي قتلهم وصل ل 999، وفاضل أرنب واحد بس عشان ينهي المهمة الأسطورية. تفادى هجمة الأرنب الأخير بسهولة، وبعد ضربة واحدة أنهى حياته ووصل للمستوى الثالث. بعد ما رجع الغنائم اكتشف إنه قتل 1000 أرنب واداله 105 عملات نحاسية و3 قطع معادن بس.
مكافآت تخلي اي حد يعيط من البخل. بعدها رجع فورا للشحات وسلمه 1000 فرو ارنب. الشحات بص له وقال له ان عمل خدمه عظيمه لقاره المبتدئين، ومد ايده واداله 10 عملات نحاسيه بس، وبعدها نام تاني وكأن المهمه انتهت. لكن البطل ما كانش ناوي يتحرك من مكانه، وقف قدامه مستني المكافاه الحقيقيه. عدى شويه وقت والشحات لسه نايم ومش بيتكلم، وهنا البطل بدأ يفقد اعصابه. بعد ساعتين كاملين من قتل 1000 ارنب مستحيل يكون كل ده مقابل 10 عملات نحاسيه. واخيرا الشحات فتح بقه وقال ان اكبر مشكله عنده هي انه قليل الصبر، واعترف ان اغلب اللاعبين كانوا هيستسلموا قبل ما يقتلوا حتى جزء بسيط من ال1000 ارنب، لكن قدرته على التحمل هي اللي خلته يوصل للمرحله الاخيره من المهمه. بعد كده بص له وقال له طالما قدرت تقتل 1000 ارنب ايه رايك تكمل المهمه اللي بعدها؟ وفجاه ظهرت مهمه جديده المطلوب فيها قتل 10000 ارنب وانهاء زعيم وحوش من الرتبه الصفراء، وفي المقابل هيحصل على كنز غامض. من غير ما يفكر ثانيه قبل المهمه على طول. وفي اللحظه دي الشحات طلع لفافه بتلمع بنور ابيض من هدومه وقال ان دي لفافه موهبه من الرتبه السوبر. البطل اتصدم لان في حياته اللي فاتت اعلى رتبه موهبه كانت معروفه هي رتبه الحكام، وعمره ما سمع عن رتبه اعلى منها. يعني معقول يكون في رتبه اقوى من رتبه الحكام طول الوقت ومحدش اكتشفها؟ ومن غير تردد فعل اللفافه، وفجاه اعلن النظام انه حصل على الموهبه الوحيده من الرتبه السوبر الموجوده في السيرفر كله. اسم الموهبه كانت الدبابه السحريه التي لا تقهر، وكمان حصل على لقب اسطوري اسمه هبه السماء. البطل ما كانش مصدق اللي بيحصل. في حياته اللي فاتت حتى موهبه من رتبه الحكام ما كانتش من نصيبه، ودلوقتي بقى معاه موهبه اقوى منها بكتير. اول لما فتح لوحه المعلومات اكتشف ان تاثير الموهبه مرعب. كل وحش هيقتله هيزود الحد الاقصى لنقاط حياته بشكل دائم، وكل 1000 نقاط حياه تتحول تلقائيا لقوه سحريه. يعني باختصار نمو قوته ملوش اي سقف، وكمان عدد نقاط التطور اللي بياخدها مع كل مستوى بقى ضعف اللاعبين العاديين. بمجرد ما حسب الموضوع فهم ان لو قتل 1000 ارنب هيكسب 1000 نقاط حياه اضافيه. بعدها فتح تاثير اللقب الجديد، وهنا الصدمه كانت اكبر. اي غنائم هيحصل عليها هتبقى مضاعفه تلقائيا بالاضافه ل 20 نقطه تطوير مجانيه. اللاعب العادي بياخد 5 نقاط بس مع كل مستوى، اما هو فبقى بياخد 10 نقاط بسبب الموهبه، وفوقهم 20 نقطه اضافيه مع اللقب. يعني من بدايه اللعبه قوته بقت متقدمه عن اي لاعب عادي بمراحل. من غير تفكير وزع كل نقط على القوه. وبعد ما شاف لوحه المعلومات الجديده فضل واقف شويه مش مستوعب حجم الحظ اللي وقع فيه، لكن لسه في حاجات مهمه ناقصه، وهي ان لازم نتعلم اول مهاره قتاليه. عشان كده راح مباشره لقاعه تعليم المهارات، المكان اللي كل لاعب مبتدئ بيتعلم في اول مهاره ليه. اول لما دخل اتفاجئ بمدربه ضخمه واقفه قدامه وسد الطريق بالكامل. المدربه طلبت منه يختار المهاره اللي عايز يتعلمها، وفجاه ظهرت قدامه 4 مهارات: كره النار وطلقه الماء وفن السيف ومدفع البرق. بعد ما قرأ وصف المهارات بدا يشك ان مهارات السحر للمبتدئين ضعيفه جدا، وفكر للحظه انه ممكن ما يختارش اي مهاره اصلا. لكن قبل ما يكمل تفكيره المدربه رفعت ايديها وكونت كره نار ضخمه فوق كفها. في اللحظه دي البطل اكتشف ان حياته اهم من اي حاجه، وابتسم بسرعه وقال ان كره النار هي انسب مهاره ليه من البدايه. المدربه وافقت وارسلت شعاع احمر دخل مباشره لعقله، وبكده اتعلم مهاره كره النار. واول لما المهمه خلصت جري بره القاعه باقصى سرعه وكانه كان هيموت هناك، ومن غير ما يضيع وقت انطلق ناحيه منطقه الوحوش لان رحلته الحقيقيه لسه هتبدا. بعد ما خلص مهمه ال 10000 ارنب فضل شرط اخير عشان المهمه تكمل، وهو قتل زعيم الارانب النادر. المشكله ان الزعيم لسه ما ظهرش، وده خلى البطل يفضل يستحمل الضرر ويستنى المنه بتاعته ترجع من جديد. وبعد ما وصل عدد الارانب اللي قتلها 15000 ارنب اخيرا ظهر الزعيم المنتظر، ومن وسط قطيع الارانب خرج ارنب عملاق بحجم سور بري. زعيم من الرتبه الصفراء عنده 1000 نقطه صحه و500 نقطه هجوم. الارقام دي كانت مرعبه لاي حد لسه بادئ اللعبه. اي لاعب عادي في المستوى الثالث مستحيل يقدر يقف قدامه حتى لثانيه واحده. وحتى مع الموهبه الاسطوريه اللي حصل عليها البطل كانت قوه هجومه السحريه 51 نقطه بس. الموقف كان مستفز لدرجه انه بدا يشك ان اللعبه بتجامل الزعيم اكتر من اللاعبين، وكأن الارنب هو اللي عامل هاك مش العكس. وقبل ما يلحق يفكر اكتر الزعيم اندفع بسرعه رهيبه ناحيه البطل عشان ينهشه بضربه واحده، وفي اللحظه اللي اسنانه كانت هتوصل له فيها كره النار نزلت على جسم الزعيم وانفجرت فيه مباشره. والمفاجاه ان شريط صحه الاثنين بدا ينقص في نفس الوقت. الزعيم نفسه وقف للحظه وكانه بيقول مين فينا الزعيم هنا. اول ما البطل قارن بين شريط الصحه بتاعه وبين شريط صحه الزعيم رجع لثقته بنفسه على طول، وبدل ما يهرب قرر يكمل هجومه ويتقدم ناحيته. الحسابات كانت واضحه جدا، الزعيم مهما كان قوي مش هيقدر يخلص عليه بسرعه، بينما كل سنه بتعدي كان بيتقربوا اكتر من انه يوقع واحد من اقوى زعماء البدايه في اللعبه. بعد ما خلص قتال زعيم الارانب اتضح ان الارنب ده كان عنده مهاره خاصه خطيره جدا. فجاه جسمه بقى ضبابي وظهر ورا البطل في لمح البصر، واسنانه اتحولت لعشرات الصور الوهميه اللي ضربته مره واحده. في ثانيه واحده ظهر فوق راسه اكتر من 5000 نقطه ضرر، لكن كميه الاتش بي المرعبه اللي جمعها قبل كده كان يكفي انها تخليه ينجو من الهجوم. المعركه فضلت مكمله لحد ما اخيرا صوت النظام ظهر في المكان. البطل بقى اول لاعب على السيرفر كله يقتل زعيم من الرتبه الصفراء، والجائزه كانت طقم كامل من المعدات الصفراء المناسبه لفئته، وكمان اعلان رسمي هيظهر لكل لاعبين السيرفر. ولان خطته كانت انه يخلي اسمه معروف من اول يوم في اللعبه رفض يخفي اسمه تماما. فلو كان ناوي يقلب موازين الحرب ضد الحكام في المستقبل فكان لازم يبدا يجذب اقوى اللاعبين من دلوقتي. وفجاه ظهر اشعار جديد واتضح انه حقق
انجاز مخفي نادر جدا، والجائزه كانت طقم اصفر كامل خاص بالمقاتلين السحريين. ولان لقب هديه السماء كان شغال فكل الغنائم اتضاعفت، وبدل ما ياخد طقم واحد اخد 2 كاملين. الابتسامه رجعت لوشه من تاني لان المعدات الصفراء في بدايه اللعبه كانت بتتباع بمبالغ خرافيه. من غير تفكير عرض الطقم التاني في المزاد بسعر ابتدائي بيساوي 100,000 عمله من عالم اللعبه. بعد كده رجع لمتسول وسلمه 10,000 فار وارنب المطلوبه. المتسول رمى له صندوق اسود غريب وقال له ان ده معدات صندوق عشوائي وممكن يطلع اي قطعه من اي رتبه. اول ما فتحه النظام اعلن انه حصل على اول سلاح من نوع النمو في السيرفر كله. اسم السلاح كان عصايه يوم النهايه. الميزه المرعبه في السلاح ده ان كل 10,000 نقطه اتش بي بتديله نقطه مانا اضافيه بشكل دائم. ولما جه يبص على احصائياته بعد ما لبسه اتصدم، المانا اللي كانت 15 بس بقت 81 مره واحده. وفي اللحظه دي دخل يشوف المزاد واكتشف ان واحد من اغنى اللاعبين في السيرفر اشترى الطقم الاصفر مقابل 35 عمله ذهبيه كامله. واللاعب ده بعت له رساله مخصوص وقال له انه مستعد يشتري منه اي غرض نادر مستقبلا باعلى سعر في السوق. رصيده بقى ضخم بالنسبه للاعب لسه بادئ اللعبه من كام ساعه بس. ومن غير ما يضيع ثانيه اتجه لمنطقه وحوش المستوى الخامس اللي كانت مليانه باشجار متحوله مرعبه اسمها اشجار الجراد المسحوره. الاشجار دي كانت بتهاجم اي حد يقرب منها باقسام مليانه اشواك سامه، واول لما تمسك ضحيتها بتحقن جسمه سم قاتل. رفع عصايه يوم النهايه وبدات تلمع باللون الاصفر، بينما البلوره السحريه اللي في طرفها بدات تنور باللون الاحمر. اول لما كره النار خبطت شجره الجراد المسحوره صرخت من الالم وظهر وش مشوه من جذوعها، وفي نفس اللحظه طلعت منها كره مليانه اشواك واتجهت ناحيته. لكن كره نار واحده كانت كيف تمسح شريط حياتها بالكامل، ومع موتها اختفت كل الكروم على طول. وحوش المستوى الخامس كانت بتدي 5 نقاط خبره، ولانه كميه الوحوش اعلى من مستواه فالخبره كانت بتتضاعف. بعد ما بقى عنده اكتر من 70 نقطه مانا دخل وسط مجموعه الاشجار من غير اي تردد. كل وحش كان بيموت بعد كره النار، وقبل ما يخلص المنطقه كلها كان وصل بالفعل للمستوى الخامس. بعدها مباشره وقعت عينه على منطقه وحوش المستوى السابع طيور الجليد البلوريه، وكان فاكر كويس ان المنطقه دي فيها فرصه كبيره جدا لظهور الزعيم المخفي العنقاء الجليديه البلوريه، واللي اول لما يموت بيبدا حدث ضخم في القريه، وكمان بيفعل وضع حصار الوحوش. في حياته السابقه امريكا كانت اول دوله تفعل الحدث ده، والميزه اللي اخدها وقتها قلبت موازين حرب الدول ضد مصلحه داكسيا، وعشان كده المره دي لازم داكسيا تكون اول دوله تقتل العنقاء الجليديه مهما كان الثمن. بعد ما فكر شويه فتح نظام التواصل وبعت رساله للاعب ليد محتاج كتاب مهاره ناريه بضربه جماعيه باسرع وقت. بعد ساعات طويله من القتل بقى عارف ان مهاره الضرر الجماعي هي مفتاح تقدمه الحقيقي. كره النار لوحدها ما بقتش كفايه خصوصا ضد وحوش الجليد. ما عداش وقت طويل والكتاب وصل له على طول. اسم المهاره كان النار المتوحشه. المهاره بتستهلك 10 مانا وتطلق 5 كرات ناريه في نفس الوقت، وكل واحده بتنفجر اول لما تخبط الهدف وبتعمل ضرر جماعي. بعد كده سأل عن ثمن الكتاب ولكن الرد كان بسيط، استخدمه دلوقتي ولما يبقى معاك اي غرض نادر بعد كده ما تنساش اخوك. البطل ما ردش عليه ولكن قرر انه هيرد الجميل ده في المستقبل مهما حصل. اتعلم المهاره الجديده فورا انه بدل كره النار بالنار المتوحشه. دلوقتي قوته السحريه وصلت ل 165.5، ومع حوالي 20,000 نقطه حياه اتجه مباشره لمنطقه طيور الجليد البلوريه. اول لما دخل المنطقه ظهرت قدامه عشرات الاشواك الجليديه من العدم، نطت بسرعه الجانب تاني والاشواك غرزت نفسها في الارض وكانها سيوف حقيقيه. رفع عينه لفوق ولقى اسرار من الطيور الجليديه الصغيره بتراقب بعيون حمراء، وكل سنه كان عددهم بيزيد اكتر، وفي خلال لحظات بقى محاصر بالاف الطيور اللي بدات تمطره بوابل من الاشواك الجليديه من كل الاتجاهات. لكن البطل حافظ على هدوءه وبدا يستخدم حركاته الغريبه بسرعه البرق، وبيقدر يراوغ اغلب الهجمات واحده ورا الثانيه. صحيح ان بعض الاشواك كانت مستحيل يتفاداها، ولكن مع 20,000 نقطه حياه الضرر اللي كان بياخده كان شبه معدوم بالنسبه له. وفي وسط الفوضى دي كلها بدات عصايه يوم النهايه تلمع بلون احمر ناري، وفي اللحظه اللي رفع فيها العصايه خرجت 5 كرات ناريه ضخمه وانطلقت مباشره وسط الاف الطيور الجليديه وانفجرت انفجار هز المنطقه كلها. وبسبب الضرر اللي وصل 100% ضربه واحده بس عملت حوالي 400 نقطه ضرر، غير ضرر الحرق وضرر الجماعي. مهاره النار المتوحشه قلبت السماء كلها بحر من اللهب، وكل الطيور الجليد اللي كانت طايره اتحصرت وسط النيران. ما عدتش 3 ثواني وبدات الطيور تقع من السماء واحده ورا الثانيه وهي بتصرخ من الالم. البطل استخدم مهاره النار المتوحشه 4 مرات ورا بعض، والمنطقه اللي كانت مليانه الاف الطيور بقت فاضيه تماما في نص السماء، وشريط الخبره بدا يطلع بسرعه مرعبه، والابتسامه ظهرت على وشه من غير ما يحس. اخيرا بقى هو ساحر المعارك اللي كان بيتمنى يبقى زيه في حياته اللي فاتت، والاجمل من كده انه بقى شايف المستقبل قدامه بوضوح. يوم ما الحكام ينزلوا على الارض مهاره واحده من النار المتوحشه هتكون كفايه عشان جيوش كامله تقع من السماء زي المطر. بعد فتره قصيره تقريبا كل طيور الجليد اللي في المنطقه اتقتلت، لكن اسرار جديده كانت بتيجي من بعيد بسرعه جنونيه. الصبح كله اتحول لمذبحه حقيقيه، الطيور كانت بتهجم عليه زي الفراش اللي بيرمي نفسه في النار، وكل ما السرب يموت سرب جديد بيظهر مكانه، وكانهم كانوا بيحموا حاجه مهمه جدا، لكن المقابل كان يستاهل. البطل رفع مستواه 3 مرات متتاليه وكل ال 30 نقطه الصفات اللي اخدتهم حطهم في القوه السحريه، ولما فتح لوحه حالته حتى هو نفسه اتصدم. نقاط حياته وصلت تقريبا ل 100,000 ودي اكتر من نقاط حياه معظم الزعماء.
اما قوته السحريه فعدت 300 نقطه، ومع تاثير مهاره النار المتوحشه الضربه الواحده بقت بتعمل حوالي 600 نقطه ضرر. لكن قبل ما يفرح بارقامه الجديده صرخه مرعبه ظهرت في قاره المبتدئين رقم 6 كلها. الصرخه كانت مليانه غضب لا نهائي وخلت معظم اللاعبين يرتعشوا من الخوف، وفي نفس اللحظه درجه الحراره حوالين البطل بدات تنخفض بشكل مخيف، وكل نفس بيخرجه بقى بيتحول لتلج. وفجاه ظهر خط ازرق من بعيد واتجه ناحيته بسرعه خرافيه، وبعد لحظه ظهر قدامه وحش عملاق بيطير في السماء، جسمه كله متغطى بضوء ازرق متلألئ. واخيرا ظهر العنقاء الجليديه باللوريه، اقوى زعيم في قاره المبتدئين ومن رتبه وحش نص حاكم. لكن بالنسبه للبطل الوحش ده كان اهم من مجرد زعيم، كل قاره المبتدئين في اللعبه فيها وحش نص حاكم، وقتله هو الشرط الوحيد لتفعيل حدث حصار الوحوش، والحدث ده ما بيتفعلش غير مره واحده طول عمر اللعبه. في حياته اللي فاتت الولايات المتحده كانت اول دوله تفعله، وده خلاها تاخد مكافآت ضخمه خلتها تتفوق على باقي دول العالم. عشان كده المعركه دي ما كانتش تخصه لوحده، دي كانت معركه هتحدد مستقبل داكسيا كلها. العنقاء الجليديه كانت في قمه غضبها لانها عرفت ان الشخص اللي قتل كل اتباعها واقف قدامها دلوقتي، ومع جناحاتها العملاقه اللي بحجم شاحنه اندفعت ناحيته وسط عاصفه جليديه مرعبه. لكن البطل ما ترددش لحظه، وجه عصايته ناحيه عين العنقاء واطلق 5 كرات ناريه دفعه واحده. كرات النار انطلقت زي قذائف المدفع وارتطمت براسها واحده ورا الثانيه، وانفجرت انفجار ضخم غطى جسمها بالكامل. الهجوم لوحده عمل اكتر من 1000 نقطه ضرر بعد احتساب ضرر الحرق. لكن لما بص على شريط حياه العنقاء اكتشف انه اتحرك بنسبه بسيطه جدا، وواضح ان المعركه الحقيقيه لسه ما بداتش. الهاله الجليديه بتاعه العنقاء وصلت لجسمه، وبروده مرعبه بدات تغلغل في عظم جسمه لدرجه ان حركته بقت ابطا بكتير، وحتى سرعه القاء المهارات قلت بشكل واضح، فتاثير الابطاء كان اكتر من 50%. وفي اللحظه اللي مخلب العنقاء كان خلاص هيوصل لوشه استخدم خطواته الغريبه مره ثانيه، والمخلب عدى من قدام صدره مسافه اقل من بوصه واحده. الموضوع كان صعب يصدق، الوحش اللي قدامه عنده اجنحه وسرعه خرافيه، لكن رغم كده مش قادر يلمسه ولو لمره واحده. مهما كان سرعه العنقاء الجليديه اسلوب حركته الغريب كان مخليها عاجزه تماما عن اصابته، وفي المقابل كانت بتاكل كرات النار واحده ورا الثانيه، وكل ضربه بتسيب عليها ضرر احتراق اضافي. ومع مرور الوقت شريط حياتها العملاق نزل لاقل من النص، وكل ما صحتها كانت بتقل عيونها كانت بتحمر اكتر واكتر. وفجاه اطلقت صرخه مرعبه، وبعدها مباشره بدات كميه هائله من الطاقه الجليديه تتجمع في السماء. المنطقه اللي واقف فيها اتحولت في لحظه لعالم متجمد بالكامل، وبعدها انهالت عليه الاف البلورات الجليديه من كل الاتجاهات. اول بلوره جليديه خبطت فيه خلت الموقف كله يتغير، البلوره اخترقت جسمه زي السيف وانفجرت في نفس اللحظه، وبعدها بدات البلورات تنزل عليه زي المطر من كل ناحيه. خلال ثواني قليله نقاط حياته بدات تنزل بسرعه جنونيه، والضباب الجليدي انتشر في المكان كله لدرجه انه مبقاش شايف الهجمات اللي جايه عليه. من غير تردد استخدم مهاره النار المتوحشه مره ثانيه، 5 كرات ناريه انفجرت قدامه وشقت الضباب الجليدي بالكامل. لكن الراحه دي ما كانتش غير ثانيه واحده، لان العاصفه الجليديه طلعت مهاره النار نفسها وكانها اختفت وسط الاف البلورات المتجمده. لكن الثانيه الواحده دي كانت كفايه، البطل بدا يستخدم كل اللي عنده عشان يتهرب من الهجمات وسط العاصفه الجليديه. دقيقتين كاملين من القصف المستمر من كل الاتجاهات، والسماء والارض بقوا بحر من الضباب المتجمد. واخيرا بدات العنقاء الجليديه تظهر عليها علامات الارهاق، وبدات تنزل من السماء ببطء. في اللحظه دي ظهرت 5 خطوات من النار من وراها، وانفجرت على جسمها مره واحده واتغطى جسمها بالكامل باللهب من جديد. والبطل اخيرا قدر ياخد نفسه، لكن حتى نفسه اللي خارج من بقه اتحول لقطع ثلج. لحسن الحظ قدر يخرج من نطاق الهجوم قبل ما يتجمد بالكامل، لان لو كان فضل هناك شويه زياده حتى ال 100,000 نقطه حياه اللي معاه ما كانتش هتنقذه. في الاشتباك القصير ده بس نقاط حياته نزلت لاقصى من 2000 نقطه، اكتر من 90,000 نقطه حياه اختفت في لحظات. لكن بالنسبه له ال 2000 نقطه الباقيين كانوا اكتر من كافيين. رجع يستخدم خطواته الغريبه مره ثانيه وفضل يلف حوالين عنقاء ويستنزفها بهجماته. دلوقتي بقى واضح ان مهاره مطر الريش متجمده مش هتقدر تستخدمها بشكل متواصل، وده خلى شريط حياتها ينزل تدريجيا من جديد، بينما نقاط حياته مبقاش بينقص تقريبا. كل هجماتها كانت بلا فايده. وفجاه وسط المعركه لمح حاجه مهمه جدا، ريش رقبتها بدا يلمع مره ثانيه، بدل ما يهجم عليها رجع خطوتين لورا وبعدها اندفع باقصى سرعه ناحيتها. العنقاء فتحت منقارها وكانت على وشك استخدام مهارتها النهائيه، لكن قبل ما تطلقها طلع حاجه سودا من ايده وحشرها جوه منقارها مباشره، وقال بكل هدوء النار متوحشه. وفي اللحظه اللي قال فيها الجمله دي 5 ومضات حمراء ظهر جوه رقبتها، وبعدها حصلت 5 انفجارات متتاليه داخل جسمها. الانفجار هز جسم العنقاء بالكامل ورقبتها اتحرقت بشكل بشع. الريش اللي كان بينور حوالين رقبه العنقاء انطفى بالكامل في نفس اللحظه، ومهاره مطر الريش المتجمد اتلغت قبل ما تكتمل. اللي حصل ده ما كانش صدفه، ده واحده من اشهر اسرار اللعبه في المستقبل. اي مهاره قويه ممكن تتوقف او يتم ايقافها قبل ما تكتمل عمليه الالقاء، بشرط ان فرق القوه بين الطرفين ما يكونش ضخم جدا. المعلومه دي كانت معروفه لكل اللاعبين في المستقبل، لكن في الوقت الحالي ما كانش في اي حد في العالم ده يعرفها غيره. واول لما المهاره اتلغت العنقاء الجليديه خسرت اقوى ورقه كانت في ايديها، وما بقاش قدامها اي فرصه حقيقيه للرد. كل اللي فاضل معاها انها تحاول تهاجم بمنقارها ومخلبها مره ورا مره في محاوله اخيره انها توقع خصمها. وبس كده، دي نهايه الفيديو. هل بطلنا هيقدر يتعامل مع العنقاء ويقدر يهزمها؟ وايه هي انواع المخاطر اللي لسه مستخبيه؟ كل ده نعرفه في الاجزاء الجايه من الحكايه، فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه. سلام.